مرحبا بكم عندي في مطبخي المتواضع ديال ملكه الفسيه. هاد النهار عندي فيديو جديد ونهار جديد ديال هاد الكونفيتير ديال الفريز اللي غنقدمو معاكم. تيجي على هاد الشكل هذا اللي تنتمنى بالله يعجبكم. ودابا بسم الله على بركه الله غادي نمشيو للمقادير. بعد ما جبت الفريز ديالي ودرتو في بانيو على هاد الشكل وخويت عليه شويه ديال الخل باش يتغسل، دابا غادي نغسلو وغادي ان شاء الله نطلع ونزولو هذا ديالو باش نديرو به ان شاء الله مربى انا تهضر مربى الفريز، يعني كونفيتير الفريز ان شاء الله. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، هانتوما ما شاء الله. يلا هانتوما معايا ما تمشيو فين، غنغسلو ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما غسلت الفريز ديالي ورجعت لكم باش نقيه من هاد الشعيرات ديالو، هاد الطريبيش غادي نقيه بحال هكا ان شاء الله باذن الله. نحيد له هاد الزوائد هادو ونقطعوه على جوج بحال هكا، او تخليه صحيح ماشي مشكل. وغادي نلوحو في هاد الطاوه هادي. المهم تبارك الله نتوما ما شاء الله، ما نحتاجش نقول لكم تبارك الله يا ربي والعاشق في النبي صلى الله عليه، اللهم صل على النبي. المهم غادي نستمر هكا حتى نقي الكميه اللي عندي وغادي نتلاقاو باش ما نطولش عليكم الفيديو الخوت والصحابات. من بعد ما نقيت الفراوله ديالي على هاد الشكل ودرتها في هاد الطاوه ديالي، هي تبارك الله هنا راه عندي 8 كيلو على فكره دابا راه موجود ورخيص، يعني اي واحد ياخذوه ويشريه ويديروه مركز او يديروه فريز او يعني كونفيتير او يديروه هاد الفراوله يعني وتتجي لذيذه صراحه. هاد الحاجه الدار ما كاينش بحالها صراحه، الحاجه ديال الدار غنيه على التعريف. المهم انا عندي 8 كيلو، كل كيلو تندير له انا نص كيلو د سنيده، يعني 8 كيلو عندي فيها 4 كيلو ديال سنيده. وعندي هنا جوج حامضات راهم كونجيلي غادي يذوبوا ونعصرهم. المهم غادي نخوي السنيده ديالي على هاد الشكل على هاد الفراوله وغادي نبسبسها، يعني نخلطو. غادي نخلطو، من بعد ما نخلطو غنعصر هاد جوج حامضات ونضيفهم عليه ونطلاقاو ما تمشيو فين. اللي بغات تخليه 3 ساعات تخليه، اللي بغات تبيتو هو من الاحسن طيبوه دابا صراحه، يعني غير يطلق شويه داك سنيده والذوب واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع بحال هكا وتبداو طيبوه. المهم هانتوما معايا ما تمشيو فين، غنطلاقاو. من بعد ما خليت الفريز ديالي على هاد الشكل هانتوما كيرجع وطلق داك السيرو ديالو، هانتوما طلق داك السيرو ديالو. دابا غادي نضيف له داك جوج حامضات، لان انا عندي الحامض كبير، يعني عصرت جوج حامضات كبارين، اما هو عندي حامضه في 2 كيلو، يعني صغيره، حامضه صغيره في 2 كيلو. دابا غنضيف عليه هاد الحامض وغادي نرد الفريز ديالي او الفراوله طيب الكونفيتير. وخليكم معايا ما تمشيو فين، غير ضافت البوطه وانتم معايا. من بعد ما رديت الطاوه ديالي الكونفيتير طيب ها هي بدات تغلي. الساعه اللي غادي تغلي غادي نضيف لها، انتم معايا غنضيف لها زبيده وانتم معايا. من بعد ما بقى يغلي الكونفيتير ديالي على هذا الشكل هانتوما، من بعد ما بدا يدير هذا الرغوه شوفوا، دابا غادي نضيف له على حساب هاد الرغوه اللي بدا يدير، غادي نضيف واحد 2 معالق ديال الزبده كبارين على هذا الشكل، وغادي نضيف واحد 3 أو 4 المعالق ديال الزيت المائده على حساب داك اللمعه ديال البريو ديال الكونفيتير. وغادي نخلط الكونفيتير ديالي
وغنخليه يتقلى. هانتوما معايا ما تمشيو فيه. وهذا هو الكونفيتير ديالنا بعد ما طاب، اصبح جاهز على هذا الشكل. هانتوما انا ما تنطحنوش، وانما ملي تيبقى يوجد تنبقى جالسه يدي ويدو هكا تنقليه مزيان حتى تيوجد، حتى يعني حتى داك الحبيبات ما تيبقاو يعني داك الطريفات يهبطوا راسهم. شفتوا هكا؟ المهم هانتوما معايا كتمشيو فين تنتلاقاو في الشكل النهائي باذن الله. ديالنا ديال هذا النهار، ديال هذا الكونفيتير اللي انا قدمته معكم، اللي تيجي على هذا الشكل هذا، اللي تنتمنى من الله انه يعجبكم وتشاركوه معايا ويكون في المستوى. وما تنساونيش من لايكاتكم اشتراكاتكم، هذا فضلا ليس امرا. معايا في القناه، يشارك معايا في القناه باش يوصلوا كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.